الاستعداد لرمضان مقتض من الإنسان أن يتخفف من الآثام، لأن من شروط هذه المسابقة أن يكون الإنسان من المتقين، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. والمسابقة تبدأ من غروب شمس آخر يوم من أيام شعبان، حين يدخل شهر رمضان المبارك الذي جعله الله مأوى للقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فشروط دخول المسابقة أن يكون الإنسان من المتقين، والعاصي المقبل على معصية ربه ليس من المتقين. فلذلك لا بد يا إخواني وأخواتي من الآن أن نتطهر من الآثام والسيئات حتى نصلح للمسابقة، فإن ذلك شرط من شروط دخول المسابقة والقبول فيها. لنكثر الاستغفار من الآن والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك من الاستعداد إلى رمضان أن نهيئ أنفسنا للتعرف على ما عند ربنا. فالذي لا يدري نتيجة المسابقة ولا يعلم جوائزها قد لا يرغب فيها كثيرا، لكن الذي يعرف أن هذه الجائزة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويعرف ما أعد الله لأهلها في الدنيا والآخرة، ما أعد الله للذين يتقربون إليه بالأعمال الصالحة من المضاعفة، ما أعد الله للذين يقرضونه قرضا حسنا من المضاعفة، ما أعد الله للذين يتقربون إليه بالصيام من الأجور التي لا تمر على الميزان. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فلذلك إذا عرفنا قيمة هذه الجائزة عرفنا أنها مستحقة لأن نبذل الجهود وأن نضاعفها. فأنتم تعرفون أن الطلاب إذا اقترب وقت الامتحان، وبالأخص إذا كان وقت الحصول على شهادة مهمة في حياة الإنسان كشهادة البكالوريا مثلا، سيسهرون الليالي ذوات العدد، وسيحرصون غاية الحرص على الكتاب الذي فيه المسابقة. هذا الكتاب عندنا الذي فيه المسابقة المقرر هو القرآن، هذا هو الكتاب المقرر لهذه المسابقة العظيمة. فلا بد يا إخواني أن نعود إلى هذا الكتاب وأن نبحث عن مذكراته وأن نجمعها وأن نقارن بينها وأن ننظر إلى تفاسيره، كما ننظر إلى المقررات قبل امتحان البكالوريا، وكما نجمع المذكرات ونقارن بينها وننظر كل زيادة فيها ونحاول حفظها وفهمها جميعا. فكذلك لا بد أن نستعد لهذه المسابقة. كذلك لا بد أن ندرك أن هذا الشهر الكريم من وفق لصيامه وقيامه فإن ذلك مقتض لحصول المغفرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصح عنه أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.